فيديو جديد وحلقة جديدة ووصفة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض الحلويات الباردة تشيز كيك بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. يلا بينا ننزل المقادير. نقول بسم الله وننزل بالمقادير. معانا نص بولة دقيق، نص بولة كاكاو إلا معلقة، ونص بولة سكر، و3 كوب لبن. ننزل بمواد الجاف الأول ونخلطهم على بعض. وننزل ب3 أكواب لبن. نقلب. هنفضل نقلب فيهم لحد لما تبدأ تروح خالص، وهننزل نقلب فيهم على نار هادية. هننزل بمكعب زبدة، والشوكولاتة ديت اختياري مني. كده السمكة بقى تمام، وهنبدأ نطفي عليها. كده بقى نزلنا الخليط، وهنبدأ بقى في خلط الكريمة. تاني بعد ما الخليط برد اللي بالشوكولاتة شكل الخليط اللي بالشوكولاتة بعد ما برد حطيناه لمدة ساعة في التلاجة. نعمل بقى مقادير الكريمة. معانا مقدار سكر ومقدار كريمة خام. لو عندكم كريمة فيها سكر ما تحطوش سكر. ومعانا كوب مية ساقعة فيها تلج. ننزل المواد دي في الأول. نقلب الكريمة. ننزل بقى بالمية الساقعة. ننزل بالمضرب. هنضرب دلوقتي في الكريمة. لو طلعت خفيفة هننزل شوية كريمة معانا. هي كده عايزة يا جماعة معلقة كريمة، علشان المفروض ما تنزلش مني كده. هاخد معلقة كبيرة من الكريمة. شايفين كده يا جماعة القوام بقى حلو. هنحطها في الخليط بتاعنا ونحطها في تلاجة لحد لما الشوكولاتة هنعملها. نفضيها بقى في الخليط بتاعنا. نفضيها. هنظبطها ونرجع لكم تاني. نعمل دلوقتي مع بعض صوص الشوكولاتة اللي هو اخر طبق. معانا كوب لبن، ونص كوب زيت، ونص كوب كاكاو، ونص كوب سكر. هنزل بمواد الجوف في الاول. هنزل بنص كوب الكاكاو،
نص كوب السكر، بعدين نحط لبن، وهننزل بالزيت مع بعض شوية بشوية. وهنبدأ نضرب. المفروض كنا نعملها في كبة، بس احنا هنعملها بالمضرب ده، هنجرب مع بعض. كده الخليط بقى حلو، هنحطه دلوقتي فوق الكريمة. نحطه دلوقتي فوق الكريمة. خليط جميل. هنحطها في التلاجة دلوقتي لحد لما تمسك بعضها وتكون حلوة، وهنرجع لكم بعد ما تبرد. الشكل النهائي ليها بعد ما خرجناها من التلاجة قعدت تقريبا ساعة. بس شوكولاتة طريقة جوسي، وجرنشناها بشوية شوكولاتة. يلا بينا ندوق. كده جايين بعد ما قطعناها. الله، شايفين عامل ازاي؟ واو، بصوا يا جماعة شايفين عامل ازاي؟ فين شكلها؟ يلا ندوق. شايفين جوسي؟ الله، تحفة. أوريكم مرة تانية. شايفين عاملة ازاي؟ جامدة. بصوا يا جماعة عاملة ازاي؟ بص الكريمة، أنا دي جامدة. كده يا جماعة وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، ولو عايزين وصفة تانية اكتبولنا تحت في التعليقات. يلا سلام.